جورج بوش بعت له دعوة لزيارة البيت الأبيض، والدعوة كانت شخصية ومكتوبة بخط إيد الرئيس الأمريكي، وكان بينافس عمرو موسى وبيكره عمر سليمان. مبارك خاف من علاقته بأمريكا وقال الإدارة الأمريكية بقت هواه كواليس لقاء جمال مبارك مع رئيس أمريكا. ومين هما الثلاث شخصيات اللي كانت أمريكا بتتوقع ان هم يحكموا مصر بعد مبارك؟ والحكاية بتبدأ سنة 2008. اتصل الرئيس مبارك بالسفير نبيل فهمي وزير الخارجية وسفير مصر في واشنطن، وقال له هم الجماعة الهواة عديم الخبرة في الإدارة الأمريكية ليه بيتعاملوا مع جمال مبارك على إنه الخليفة بتاعي؟ والسفير نبيل فهمي وقتها قال له ايه سبب الكلام ده يا سيادة الريس؟ رد مبارك وقال له تخيل ان جمال مبارك جاي له دعوة شخصية عشان يقابل الرئيس الامريكي جورج بوش. وبيقول السفير نبيل فهمي وزير الخارجية وسفير مصر في واشنطن في مذكراته بعنوان في قلب الاحداث ان من بعد احداث سبتمبر 2001 والادارة الامريكية كانت مركزة دايما مع مصر، وخاصة مع تقدم عمر الرئيس مبارك، وان مفيش جدول زمني واضح لتداول السلطة في مصر في حالة رحيل مبارك. وكان السؤال الاهم اللي بيدور في عقل الادارة الامريكية مين هو خليفة مبارك، وان الادارة الامريكية كان عندها 3 شخصيات في اهتماماتها، وكانت اول الاختيارات هي عمرو موسى وزير الخارجية السابق والامين العام لجامعة الدول العربية، وكان في مخاوف امريكية من تولي عمرو موسى. وبيقول نبيل فهمي ان الادارة الامريكية كانت خايفة من وجود عمرو موسى بسبب مواقفه من تل ابيب والقضية الفلسطينية، وده اللي خلى فريق عملية السلام الامريكي في حكم كلينتون ينقل مخاوفه من تصعيد عمرو موسى للحكم، وده اللي خلاهم ينقلوا مخاوفهم لفريق السلام في حكم الرئيس جورج بوش. وقالوا في التقرير ان وزارة الخارجية في عهد عمرو موسى كان ليها مواقف حماسية وقوية ضد تل ابيب في القضية الفلسطينية. اما المرشح الثاني بالنسبة للادارة الامريكية كان اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، وخاصة ان اللواء عمر سليمان كان عنده علاقات قوية جدا مع الامريكان، وده كان بعلم الرئيس مبارك. وبيقول نبيل فهمي في مذكراته ان لمس بحكم عمله كسفير لمصر في واشنطن اهتمامات الامريكان باللواء عمر سليمان، وكانوا دايما بيسألوا عليه بشكل غير صريح. وبيقول نبيل فهمي في مذكراته ان عام 2004 قابل عمر سليمان وكان بيتكلم معاه عن المراكز البحثية الامريكية اللي بتتدخل وكان ليها تأثير على القرار الامريكي، واتكلموا عن موضوع خلافة مبارك. ولما عرف اللواء عمر سليمان المعلومات اللي كان عايز يعرفها قال للنبيل فهمي وقتها ان الامور في مصر مش واضحة وقابلة للتغير، وان الشائعات اللي بتقول ان هتعين نائب مبارك عملت حساسية وبلبلة في الدوائر القريبة، وان الرئيس مبارك لازم يحسم القرار في اقرب وقت عشان الامور تهدى. وبيقول نبيل فهمي بعد مرور وقت من ظهور جمال مبارك بقوة في الساحة السياسية بدأت أنظار الإدارة الأمريكية تتجه ليه لخلافة أبوه في حكم مصر، لحد ما حصلت المفاجأة في 2008 لحد ما مبارك نفسه اتصل بنبيل فهمي وقال له إن الأمريكان دول هواه وبيتعاملوا مع جمال ابني على إنه خلاص بقى خليفتي. وبيقول نبيل فهمي أنا استنيت لحد ما الرئيس يهدى وكلمته تاني وسألته إيه سبب الكلام ده، ورد مبارك وقال له تخيل جورج بوش باعت دعوة شخصية لجمال مبارك عشان يزور البيت الابيض. ورد عليه نبيل فهمي وقال له انا ما عنديش علم بالموضوع ده، ما حدش اخبرني من الادارة الامريكية بالدعوة دي. وقال له نبيل فهمي ممكن يا ريس تبعت لي الدعوة عشان اتأكد منها، وفعلا مبارك بعت له صورة من الدعوة. ورد نبيل فهمي بعد ما وصلته الدعوة وقال له دي فعلا دعوة شخصية ومكتوبة بايد الرئيس جورج بوش بنفسه،
ومن دعواته الشخصية المباشرة، وان جمال لو وافق على الزيارة دي لازم يوصل امريكا بدون اي مرافق ومسؤول حكومي. وبيقول نبيل فهمي ان مبارك رد عليه وقال له طب اقفل دلوقتي وهرجع اكلمك تاني. وفعلا اتصل بيه تاني وقال له جمال هيزور امريكا يا نبيل وفي زيارة شخصية، بس السفارة هتعمل ايه مع جمال وازاي هيتم تأمينه. وشرح له السفير نبيل فهمي دور السفارة وازاي تأمنه. وفعلا قابل جمال مبارك الرئيس الامريكي جورج بوش وبعض المسؤولين الامريكيين. وبيقول نبيل فهمي ان جمال اتصل بيه وقعد معاه وقال له ان جورج بوش طرح عليه بعض الاسئلة العامة عن مستقبل مصر. وبيقول نبيل فهمي انه من خلال عمله مع الادارة الامريكية ان الاسئلة لتقييم جمال مبارك في حالة انه اصبح خليفة لابوه. وبعد ايام قليلة من الزيارة بدأ اسم جمال مبارك يقل في المراكز البحثية اللي بتأثر على صنع القرار الامريكي. وده معناه ان الحماس الامريكي من ناحية جمال مبارك قل، والامريكان ما بقوش بنسبة 100% متأكدين ان جمال مبارك يقدر يحكم دولة كبيرة بحجم مصر، ولكن الاختيار الاقرب. وبدأ الامريكان يبحثوا عن بديل اخر لحكم مصر. بدأ الكلام عن الاخوان المسلمين يبقى فيه قبول من ناحية ادارة بوش ومن بعد اوباما. وبيقول نبيل فهمي ان المراكز البحثية بدأت تزيد اسماء عناصر الاخوان وبقوا يشاركوا في قوة في كل المؤتمرات اللي بتناقش مشكلات الشرق الاوسط اللي كانت بتنعقد في قطر، الطفل المدلل للامريكان، بحضور مسؤولين امريكيين. وبيقول نبيل فهمي ان تعامل الامريكان مع جمال مبارك ورفضهم ليه كان مسمار استفزاز للرئيس مبارك. وبيقول الدكتور مصطفى الفقي سكرتير الرئيس في الوقت ده ان الجانب الامريكي بعد الزيارة ودع جمال مبارك اختيار ضمن اختيارات مين اللي هيحكم مصر. وكان الرئيس مبارك بيتعمد استفزاز الرئيس جورج بوش، وفي كل لقاء كان بيتعمد يقول له سلم لي على الوالد، وكان يقصد جورج بوش الاب وده كان جورج بوش الابن. وكان بيحس ان مبارك بيتعامل معاه على انه طفل صغير. وفي عام 2010 اتسربت تقارير وبرقيات بتقول ان جمال مبارك مفتقد دعم الجيش المصري لانه ممكن ما يكونش كمل الخدمة العسكرية وقتها. وبيقول التسريب ان في صديق شخص لعمر سليمان رئيس المخابرات بيقول انه مش متحمس لتولي جمال مبارك بعد ابوه، وان عمر سليمان زعلان بسبب ان مبارك تراجع عن وعده انه يتعين نائب رئيس ليه. والتسريبات دي كانت لموقع ويليك. واتنشرت تسريبات تانية للخارجية الامريكية بتقول ان الرئيس مبارك ممكن يترشح تاني وانه هيكمل في رئاسة مصر لحد ما يموت. وموقف عمر سليمان من جمال مبارك بيتكلم عنه الدكتور مصطفى الفقي في كتاب الرواية والرحلة الزمان والمكان. وبيقول فيه ان عمر سليمان في مرة قال له ان دور ان احط جمال مبارك على اول طريق الرئاسة، وده اول طريق لاستقرار مصر، وده هيكون وفاء مني للرئيس مبارك ودوره في حياتي. وبيقول الفقي انه سأل مرة كمال الشاذلي عن موضوع التوريث وقال له ان عملية التوريث دي هتتم في اقل من ربع ساعة، مش هنحتاج تخطيط كتير ولا خطط. اما عن حبيب العدلي وزير الداخلية موقفه من التوريث بيقول مصطفى الفقي انه نجح بقوة انه يحظى بثقة جمال مبارك واحمد عز، لانه اقنع مبارك انه يقدر يلعب دور مهم جدا في مواجهة اي معارضة للتوريث، وانه يقدر يلعب اي دور امني في تأمين عملية التوريث. وبيقول الدكتور مصطفى الفقي كان في ناس كتير رافضة عملية التوريث واللي كان منهم زكريا عزمي، وكان دايما بيقول زكريا عزمي ان لو جمال مبارك بقى في الحكم انا مش هكون موجود في الرئاسة. وده كان بسبب نتيجة خناقة الحرس القديم مع الحرس الجديد. وفتحي سرور ما كانش متحمس هو كمان لعملية التوريث، وبيقول ما يصحش نتكلم في الموضوع ده والرئيس مبارك لسه حي يرزق. وبيحكي مصطفى الفقي انه في مرة سأل جمال مبارك
مبارك وقال له بشكل مباشر عن التوريث، وقال له يا ترى هنرجع بالزمن ونغني اغاني يا جمال يا مثال الوطنية يا جمال يا حبيب الملايين. ودي كانت اغنية بتتغنى لجمال عبد الناصر. وبيقول الفقي في مذكراته انه كان في الوقت ده مع جمال في فرنسا، ورد جمال عليه بكل حزم وقال له قول لي احنا هنقابل الرئيس الفرنسي امتى بكرة؟ انت بقى رأيك هل جمال مبارك كان عايز يحكم مصر ولا لأ؟